السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مدونة أضواء المعلومات. إن شاء الله في هذا الفيديو سنعطيكم كيفية حذف بطاقة فيزا على حساب الباي بال. يعني الكثير عندكم حسابات الباي بال، كذلك على الحاسوب أو البي سي مهما كان الحاسوب، وكذلك على الهاتف. يعني لديك باي بال، رابط الباي بال أو كذلك مع بطاقة فيزا مهما كانت البطاقة، وايز، رودوس باي، ماي فين، مستر كارد، وايز، بايسيرا، بطاقة باي بال مهما كانت البطاقة. والله حاب دير لها حذف، والله عندك زوج بطاقات، بطاقة تم غلقها، والله حاب تخلي وحدة وتحذف وحدة. ان شاء الله في الفيديو سنعطيكم كيفية حذف البطاقة الفيزا او البطاقة البنكية من حساب الباي بال بطريقة جيدة، بطريقة صحيحة. وكذلك كالعادة لأول مرة تشاهد قناة أرض المعلومات، ما تنسوناش تضغطوا على زر الاشتراك، فعل الجرس، لايك الفيديو باش تحفزونا نكملوا في هذا المجال. وبعد الفاصل ونواصل ان شاء الله. كما راكم شفتوا في عنوان الفيديو ومقدمة الفيديو بخصوص كيفية حذف بطاقة فيزا على حساب الباي بال بطريقة جيدة، بطريقة صحيحة. يعني احتمال لديك بطاقتين اثنين احداهما مغلقة تحب دير لها حذف، احتمال لديك اثنين بطاقات يعملان على حساب باي بال، تستقبل وترسل وتسحب الاموال جميع التطبيقات، حاب دير لها الحذف واحدة تخلي واحدة، حاب عندك واحدة مغلقة او لا عندك واحدة حاب تدير لها حذف باش تقوم بإضافة أخرى، إضافة بطاقة أخرى. إن شاء الله في هذا الفيديو سنعطيكم كيفية حذف هذه البطاقة وهذه البطاقة على حساب الباي بال وكذلك جميع البطاقات. يعني عزيزي الآن نروح للشرح تاعنا، نروح إلى المتصفح جوجل مهما كان المتصفح، نضغط على خيار باي بال، نكتب كذلك باي بال باللغة العربية أو الفرنسية مهما كانت اللغة. نختار دائما الرابط الأول باي بال دي ذات، هذا هو الرابط. نضغط على الرابط الأول أمامكم عزيزي المشاهد، ومن بعد تخرجنا عدة خيارات، احنا نروح نقوم بعملية تسجيل الدخول. ملاحظة مهمة، نفس الطريقة باللغة الإنجليزية أو نفس الطريقة مهما كانت اللغة عزيزي المشاهد. احنا نديرو شرحنا باللغة العربية باش يكون الشرح مفهوم. نديرو تسجيل الدخول، ننتظر عدة دقائق فقط عند الدخول. يعني نفس الطريقة مع الحاسوب عزيزي المشاهد، ننتظر فقط عدة دقائق. ومن بعد تسجيل الدخول نديرو الرمز، نتاكد بلي انا مول الحساب الباي بال، راني فاتح الحساب بالآن رقم الهاتف، تاتينا رساله نصيه عزيزي المشاهد الى الرقم اللي فاتح به الباي بال. اجاني الرمز كما راكم شفتوا امامكم عزيزي المشاهد، ونقوم بادخال الرمز بطريقه جيده بطريقه صحيحه. ننتظر عدة دقائق يتحقق من الرمز، نديرو متابعة أو تخطي، نديرو متابعة أو تخطي باش يقولك دير بصمة الأصبع أو كذلك كلمة المرور. ننتظر عدة دقائق، ومن بعد ننتظر فقط عدة دقائق، نفس الطريقة مع الحاسوب ولا كذلك مع الهاتف. احنا شرح تاعنا مع الهاتف كما راكم شفتوا. الآن يهمنا هي حذف البطاقة. واش نديرو؟ نبحث على كلمة البطاقة، ننتظر فقط عدة خيارات، كالي تخرج له هذه خيار وكالي ما يخرجوش هذا خيار. نرجع إلى الخلف مرة أخرى، من بعد تخرج لك هذه الخيار، تدخل إلى حساب باي بال، تنزل إلى الأسفل، إلى الأسفل تجد البطاقة. كالي عنده زوج بطاقات، حاب عنده بطاقة مغلقة وبطاقة مشغولة، حاب يدير إزالة، أو كذلك عنده بطاقة مغلقة حاب يدير لها إزالة. واش دير عزيزي المشاهد؟ تضغط على البطاقة، ننتظر عدة دقائق فقط، ومن بعد تخرجنا عدة خيارات، ويكون كذلك نروح الخيار وهو كذلك الحذف البطاقة. هذه الحذف البطاقة أمامكم، يعني عند دخول إلى البطاقة تقوم بضغط على كلمة حذف البطاقة. عند حذف البطاقة سيتم كذلك حذف البطاقة وجميع البطاقة، جميع المعلومات البطاقة، وكذلك على حساب الباي بال. يعني إذا رابط البطاقة وعندك أرباح والله كذلك بطاقة مشغولة ودير لها حذف، سوف تتمكن من إزالة جميع المعلومات البطاقة البنكية أو بطاقة الفيزا مهما كانت البطاقة. هكذا يتم إزالة البطاقة مهما كانت البطاقة على حساب الباي بال بطريقة جيدة. كذلك إن شاء الله كان شرح واضح، إن شاء الله عجبكم هذا الفيديو. عنده أي مشكلة استفسار خليه أسفل التعليق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.